فاكرين اللاعب القطري يوسف ايمن اللي جه الاهلي ومعظمنا اتفاجئ انه من اصول مصريه؟ احب اقول لك ان في لعيبه كتير من اصول مصريه موجودين في الدوري القطري، وتقريبا ما فيش نادي في الدوري القطري مش هتلاقي فيه لاعب من اصول مصريه او من اصول دوله عربيه تانية. وانا في الفيديو ده هقول لك على اشهر اللعيبه القطريه اللي من اصول مصريه. لو رحنا لنادي السد هنلاقي موجود فيه لاعبين من اصول مصريه، واول لاعب هو مصطفى مشعل. مصطفى مشعل بيلعب في مركز خط الوسط، وفاز قبل كده بجائزه افضل لاعب تحت ال 23 سنه في شهر اكتوبر 2024 في الدوري القطري، وفاز ببطوله كاس اسيا 2023 مع المنتخب القطري، وفاز 4 مرات ببطولة الدوري القطري، وفاز مرتين ببطولة كأس أمير قطر وغيره من البطولات مع نادي السد. واللاعب ده سنه حاليا 24 سنة. ومعانا لاعب تاني في نفس الفريق وهو طارق سلمان. طارق سلمان مركزه في خط الدفاع، هو لاعب دولي كسب كأس آسيا مع منتخب قطر مرتين 2019 و2023. وسريعا كده لو رحنا لنادي الوقرة هتلاقي موجود فيه 4 لعيبة من أصول مصرية، ولو رحت لنادي الدحيل هتلاقي 4 لعيبة برضه من أصول مصرية، من ضمنهم طبعا يوسف ايمن وغيره من الانديه القطريه. واقول لك على حاجه، تعال نشوف كده قائمه المنتخب القطري ونشوف كام لاعب من اصول مصريه موجود في قائمه منتخب قطر. ونبدا بحراسه المرمى، هتلاقي الحارس شهاب الليثي، وفي خط الدفاع جاسم جابر وطارق سلمان ويوسف ايمن، وفي خط الوسط احمد فتحي ومصطفى مشعل وخالد محمد، وفي خط الهجوم محمد خالد جوده واحمد علاء الدين. حوالي 9 لعيبه من اصول مصريه موجودين في قائمه منتخب قطر 2025.